لو كنت غايب فترة طويلة عن بيتك وأول ما دخلت البيت شميت فيه ريحة غريبة، إياك أبدا تستهون أو تستهتر بحاجة زي دي، لأن دي حاجة خطيرة جدا. وأنا هنا مقصودش ريحة ماس كهرباء أو ريحة تسريب غاز أو ريحة أكل بايظ. كل الروائح دي احنا عارفينها كويس. أنا أقصد هنا ريحة غريبة، مهما كانت الريحة لازم تعرف مصدرها إيه عشان ما يحصلش زي اللي حصل لعمر وسميرة. وهي قصة من قصص الألغاز الطبية، حاجة حيرت كل العلماء المحققين. والمفاجأة وحل اللغز في آخر الحلقة. وبما إنك بتحب القصص الحقيقية والغامضة والغريبة والمرعبة، فحب أفرحك وأقولك إن أنت هنا في المكان الصح. فاشترك في القناة وتابعنا وفعل كل الإشعارات، ويلا بينا نبدأ الحلقة. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة. قصتنا ابتدت في مساء يوم 7 يونيو سنة 2023، لما عمر ومعاه مراته سميرة وبنتهم اللي عندها 10 شهور كانوا لسه راجعين لشقتهم في تيمبا باي بولاية فلوريدا. وده كان بعد فترة طويلة سايبين فيها شقتهم. أول لما دخلوا الشقة شموا ريحة غريبة، ريحة عمرهم ما شموها قبل كده. لا هي ريحة أكل بايظ أو ريحة حاجة ميتة أو ريحة غاز أو شياط أو أي حاجة زي كده. كانت ريحة أشبه بريحة الكيماويات، بس حتى ده ما كانش وصف دقيق للريحة. كانت حاجة ما بين ريحة الكيماويات وريحة البوية أو الدهان. في الأول عمر وسميرة فضلوا يلفوا ويدوروا في الشقة، فضلوا يدوروا على أي حاجة ممكن تكون بتسرب ريحة زي دي، سواء في التلاجة أو في دواليب المطبخ، بس ما لقوش أي حاجة ممكن تكون سبب للريحة. في الوقت ده عمر وسميرة وهم بيفكروا ومحتارين افتكروا حاجة. افتكروا ان العمارة اللي هم ساكنين فيها كان دايما بيتعمل لها صيانة دورية في كل الشقق. وفكروا بما انهم كانوا مسافرين ممكن حد من العمال يكون دخل شقتهم وعمل شوية تصليحات او دهن اي حاجة جوه الشقة. ولكن رغم كده كان احتمال غريب شوية، الا ان محدش بلغهم قبل كده ان في حاجة هتتعمل في شقتهم. بس في الاخر ده الاحتمال اللي هم اقتنعوا بيه. بعد كده عمر وسميرة فضلوا يفتحوا في كل الشبابيك في الشقة، وسميرة ولعت بخور عشان الريحة تختفي. وفي خلال شوية وقت صغيرين الريحة الغريبة فعلا راحت. بعد كده عمر ابتدى يفضي الشنط ويحط الحاجات في الدواليب، وفي نفس الوقت سميرة حطت البنت الصغيرة في كرسي الأطفال العالي في المطبخ وابتدت تجهز العشاء. وبعد شوية عمر كان لسه بيحط الحاجات في مكانها. سمع سميرة بتنادي عليه في المطبخ وبتقول له تعالى هنا بسرعة يا عمر. عمر فعلا ساب كل اللي في ايده وراح المطبخ. شاف سميرة وهي بتبص على البنت الصغيرة وهي قلقانة جدا. البنت كانت قاعدة على الكرسي العالي في المطبخ، كان قدامها الأكل بس ما كانتش بتاكل، وكانت متضايقة جدا البنت ومتعصبة، على الرغم ان عادة البنت دي كانت هادية جدا وما بتعملش أي دوشة. ولما الأكل بتحط لها كانت بتاكل في منتهى الهدوء. فكان ده أمر غريب جدا على الأب والأم إنهم يشوفوا بنتهم متضايقة ومتنرفزة كده. فقعدوا يبصوا على بنتهم باستغراب. فعمر قال ممكن الشبابيك لسه مفتوحة والجو حر، فيمكن البنت تكون متضايقة من الحر. وسميرة فعلا وافقت إن ده ممكن يكون السبب. فقرروا يشغلوا التكييف وقفلوا الشبابيك عشان الشقة تبرد. لكن بعد ساعة وبالرغم إن الشقة بردت فعلا البنت كانت برضه لسه متضايقة. وبعد أيام الأمور بقت أسوأ وأسوأ. عمر وسميرة يشتكوا من صداع جامد قوي، والبنت الصغيرة كمان بقت تعيط وتتنرفز وبدأت ترجع على مدار اليومين اللي بعد كده. أعراضهم بقت أسوأ وأسوأ. الصداع بتاع عمر بقى أسوأ بكتير لدرجة إنه ما كانش قادر يفكر في أي حاجة تانية غير الصداع. وسميرة بقت لازم تفضل نايمة على طول، ومهما هي نامت من عدد ساعات ما كانتش بتحس بأي طاقة لما بتصحى. والبنت الصغيرة فضلت تبكي على طول وكل شوية عمالة ترجع. فالأب والأم افترضوا إن الأعراض دي بسبب تعب السفر الطويل. ممكن يكون إن السفر أثر جامد على صحتهم وصحة بنتهم. فقالوا يمكن مع الوقت لما جسمهم يرتاح أكتر من تعب السفر الأعراض دي هتختفي. فابتدوا ياخدوا مسكنات عشان تخفف عنهم الصداع شوية وتساعدهم على النوم. لكن للأسف مهما خدوا مسكنات فالصداع فضل مستمر معاهم. فقالوا لا، ده مش صداع عادي بسبب السفر بالطيارة وتأثير الضغط الجوي
أو الاضطرابات الجوية على دماغهم. ده احنا شكلنا أخدنا أي مرض أو أي فيروس وإحنا مسافرين. فاتمنوا ساعتها إن المرض اللي عندهم ده يخف مع مرور الأيام. لكن بعد حوالي مرور أسبوع على رجوعهم من السفر، وتحديدا في يوم 14 يونيو، الأعراض بتاعت الصداع دي كانت مستمرة معاهم. والأسوأ من كده حصلت حاجة مخيفة. حصلت إن في صباح اليوم ده عمر دخل أوضة البنت عشان يشيلها من سريرها، وكان برضه دماغه لسه مصدعة. ولما قرب يشيلها ولسه هيرفعها بإيده اتصدم من اللي شافه، لأنه لقى تقريبا كل شعر البنت واقع على المخدة وراها. البنت بقت من غير شعر تقريبا من ورا، وده اللي خلى عمر ينسى الصداع اللي كان فيه من الرعب، وابتدى ينادي على سميرة بسرعة. رغم إنها كانت تعبانة جدا ومش قادرة تقوم من مكانها، لكنها عرفت إن في حاجة غلط وجت بسرعة. ولما بصت على البنت شافت نفس المنظر. البنت عندها بقعة كبيرة مكان الشعر اللي وقع من راسها. عمر وسميرة قالوا لبعض في اللحظة دي إننا نهدى شوية، لأن ده ممكن يكون بيحصل أحيانا مع الأطفال الحديث الولادة، وخصوصا إنهم يفقدوا شعرهم. لكن لما فضلوا يعملوا سيرش على الإنترنت اكتشفوا إن السن الطبيعي اللي ممكن الطفل فيه شعره يكون بيقع أصغر من سن بنتهم اللي عندها 10 شهور. يعني معنى كده إن اللي بيحصل للبنت الصغيرة ده في عمرها غير طبيعي. عشان كده فضلوا يدوروا أكتر وأكتر على الإنترنت عن أي سبب ممكن يكون ورا سقوط الشعر ده. ولكن بعد ما لقوا شوية تفسيرات مخيفة على الإنترنت، زي إنها ممكن تكون عدوى فطرية أو حالة جينية نادرة، أو ممكن تكون عدوى شديدة، لكن برضو الحاجات دي ما كانتش بتفسر حالة بنتهم بشكل واضح. فقالوا لازم نوديها على طول للدكتور، لأن الوضع ده مش طبيعي. وفي وقت ما كانت سميرة بتحجز في التليفون مع دكتور الأطفال، عمر راح ياخد دش عشان ينزل معاهم. لكن عمر للأسف لما دخل ياخد الدش اكتشف المفاجأة التانية، وهو إن شعره كمان كان بيقع في اللحظة دي. وهنا أدرك عمر إن اللي بيحصل للبنت الصغيرة بيحصل له هو كمان، والأغلب إن سميرة كمان بتعاني من نفس الحالة. وفي اللحظة دي افتكر عمر الريحة الغريبة اللي كانت في الشقة لما رجعوا لأول مرة من السفر، واللي اختفت بعد ما فتحوا الشبابيك كلها وولعوا البخور، والشقة تهوت. وبعد كده قفلوا الشبابيك تاني وشغلوا التكييف، فممكن بعد ما قفلوا الشبابيك الريحة لسه موجودة. وبدأ يشك إن مناخيرهم ابتدت تتعود على الريحة دي وما بقوش حاسين بيها، وإن في حاجة غلط بتحصل في الشقة، زي مثلا تسريب غاز أو حاجة تانية. الأخطر بعد ما طلع من الحمام حكى لسميرة عن اللي حصل له في الحمام، وقال لها إنه ممكن يكون في تلوث في الهواء داخل الشقة. عشان كده قرر عمر إنه يتصل بصاحب العمارة وحكى له على الموضوع. صاحب العمارة قال لعمر إن مفيش أي حد دخل شقتهم وهم مسافرين، ومفيش أي تصليحات أو دهانات حصلت في الشقة. صاحب الشقة اقترح عليهم إنه ممكن يكون عندهم تسريب غاز أو فريون من التكييف أو حتى عفن سام، وعشان كده وعدهم إنه هيجيب ناس متخصصة عشان يفحصوا الشقة ويعرفوا. وفعلا في نفس اليوم ده جه مفتش من شركة الغاز وفحص الشقة كلها، لكنه ملقاش أي تسريب غاز. ومع ذلك قال لعمر وسميرة إنه بالفعل شامم ريحة خفيفة زي الكيماويات، لكنه ما يعتقدش إن الريحة دي ريحة غاز. بعد كده جه مفتش تاني عشان يفتش عن العفن في الشقة، فالراجل كان معاه جهاز بيفحص بيه الجدران والسقف عشان يتأكد إن مفيش أي عفن سام في الجدران، لكن هو كمان ملقاش أي حاجة. وبعد كده جابوا سباك عشان يفحص السخان، وبرضه ما كانش فيه أي مشاكل. وأخيرا جابوا شركة متخصصة في التكييف عشان يفحصوا التكييف، وما لقوش أي تسريب لغاز الفريون من التكييف. بعد ما الناس دي كلها فحصوا الشقة وما لقوش أي حاجة فيها، وبعدين صاحب البيت كان هيتجنن، هنجيب مين تاني عشان يعرف الريحة دي جاية منين؟ فعمر قال له أنا هتصل بالمطافي. واتصل بالمطافي فعلا وقال لهم إنه شاكك في تسريب غاز سام في الشقة. عندهم فريق متخصص بالتعامل مع المواد الخطرة. فجت فرقة المواد الخطرة من المطافي اللي اسمها فرقة هزمت، اللي هما بيبقوا لابسين البدل الهزمت وعلى وشوشهم بتكون موجودة الكمامات. ابتدوا يفتشوا الشقة كلها، ما لقوش أي حاجة توضح مصدر الريحة. وعلى يوم 25 يونيو، يعني بعد أسبوعين ونص على رجوعهم من السفر، ولسه عمر ومراته عندهم صداع مستمر وشعرهم عمال بيقع، وبنتهم الصغيرة اللي عمالة تعيط وشعرها برضو بيقع. والأكتر من كده إن الأسرة كلها ابتدى يبقى عندها مشاكل في التنفس، وبدأ صدرهم كل مدى يضيق لدرجة إنهم ما بقوش قادرين ياخدوا نفسهم. وكل الناس اللي جابوهم عشان يكشفوا على الشقة
وما لقوش أي مصدر للريحة، وكل الدكاترة اللي هم راحوا لهم وكشفوا عليهم وكشفوا على بنتهم وما لقوش أي سبب ولا علاج لحالتهم، والأزمة عمالة تزيد وتبقى أسوأ وأسوأ، وعمر مش عارف يعمل إيه، وخصوصا إنه هو ما كانش معاه أي مبالغ مالية ولا كان متحمل تكاليف عشان يسيب الشقة دي ويعزل لشقة تانية. فكانوا حاسين إنهم خلاص مش لاقيين أي حل لمشكلتهم دي غير إنهم يباتوا في الشارع زي المشردين. لكن كل ده هيتغير من يوم 25 يونيو لما عمر اكتشف حاجة جديدة عن الريحة اللي شموها، لما كان حاسس بتعب شديد زي مراته وبنته اللي كانوا نايمين في الأوضة، وفجأة شم الريحة الكيماوية الغريبة دي تاني. الريحة شدت مرة واحدة وبقت نفاذة جدا. عمر أول ما شم الريحة دي بدأ يكح، وكان ناوي يتصل بالمالك زي ما عمل قبل كده ويقول له الحق الريحة رجعت تاني، لكن من تجربته السابقة كان عارف إن ما منوش أي فايدة. فبدل كده قرر في اليوم ده إنه يجرب حاجة جديدة بنفسه، فبدأ يشم جامد عشان يحاول يعرف مصدر الريحة دي جاي منين. عمر بدأ يمشي في الشقة وهو بيشمشم في كل حتة، وكان بيتتبع الريحة عشان يعرف مصدرها. فضل ماشي بمناخيره للصالة، حس إن الريحة أكتر في الصالة فبدأ يخلي كل تركيزه في الشم على الصالة، لحد ما حس إن الريحة جاية أكتر من ناحية باب الشقة. وفعلا لما وصل لباب الشقة وشم حس إن الريحة هنا قوية. هنا جاله إحساس غريب خلاه يشد الباب بسرعة ويفتحه، وكان متوقع إنه يشوف سحابة كيماوية أو حاجة غريبة في الممر بره. لكن لما فتح الباب مفيش أي حاجة ظهرت، وما كانش فيه أي ريحة في الطرقة بره، لكن الريحة كانت واضحة بس جوه شقة عمر. ففضل يبص على الباب بتاع الشقة وفضل يشمشم في الباب، فلقى إن الباب نفسه كان فيه الريحة الغريبة دي، وبالتحديد في الجزء اللي تحت الباب اللي عند العتبة. وهو بيحسس على الباب من تحت حس بحاجة غريبة. بعد ما اكتشف الحاجة دي جري بسرعة لمراته وقال لها على اللي لقاه، ولما اتكلموا سوا قرروا إنهم يعملوا خطة سرية. وفي ليلة 27 يونيو عمر استنى لغاية لما العمارة بقت هادية وفتح الباب وخرج في الممر بره، وابتدى يبص يمين وشمال واطمن إن مفيش أي حد كان واقف بره. وراح حاطط جنب باب الشقة قصرية زرع صناعي وحط حاجة جوه الزرعة دي، وبعد كده رجع لشقته تاني وقفل الباب بهدوء. وبعد يومين على الساعة 5:30 مساء الريحة الكيماوية اللي كانوا بيشموها رجعت تاني. البنت الصغيرة ابتدت تكح جامد لدرجة إنها ابتدت ترجع، ومراته كمان كانت بتحاول إنها تهدي البنت. لكن عمر المرة دي كان عنده خطة إنه يفتح الباب بهدوء ويبص في الممر يمين وشمال. ففعلا عمل كده وبص في الممر يمين وشمال وما لقاش أي حد، ومد إيده ناحية الزرعة اللي كان مخبي فيها الحاجة اللي حطها من يومين، ودخل شقته وقفل الباب بهدوء، ودخل أوضة مكتبه وقفل الباب على نفسه. وبعد شوية طلع عمر من الأوضة وكان وشه متغير وكان باين عليه الصدمة وما كانش قادر يتكلم. سميرة قالت له إيه اللي حصل مالك؟ عمر قال لها لازم نمشي حالا دلوقتي، هاتي البنت بسرعة ويلا نروح على المستشفى. سميرة على طول خدت البنت ولمت حاجتها وطلعت من الشقة. وفي اللحظة دي عمر اتصل بالطوارئ 911 عشان يبلغ عن اللي اكتشف. الشيء الغريب اللي اكتشفه عمر من يومين لما كان بيحسس على الباب من تحت، اكتشف ان في شق صغير جدا في حرف الباب من تحت، وكان باين ان الشرخ او الشق الصغير ده ما كانش شق طبيعي، كان باين انه معمول بالقصد. ومن خلال الشق ده كان عمر يقدر يشوف الطرقة من بره زي العين السحرية، وفي نفس الوقت لو حد واقف بره يقدر يشوف من خلال الشق ده اللي جوه الشق. والريحة كانت قوية جدا عند الشق ده. ففي اللحظة دي عمر اتفق مع مراته انه يخبي كاميرا مراقبة في الزرعة اللي قدام باب شقتهم، وتكون الكاميرا دي متوجهة على باب شقتهم، لان شك ان في حاجة بتخلي الريحة دي تدخل شقتهم من خلال الشق ده. وبعد يومين وعلى الساعة 5:30 مساء لما الريحة رجعت وبنتهم ابتدت تكح وترجع وبدأ عمر يشم الريحة دي من تاني، فتح باب الشقة بهدوء وخد الكاميرا اللي مخبيها في الزرعة ودخل بيها لمكتبه. وفي اللحظة دي على شاشة الكمبيوتر لقى عمر في الفيديو حاجة كانت مرعبة. في راجل جاي ناحية باب الشقة ومعاه سرنجة أو حقنة، وبعد كده الراجل ده نزل على ركبته قدام باب شقتهم وحط الحقنة في الشق ده اللي تحت الباب وضغط على الحقنة عشان يضخ المواد اللي جواها في الشقة. وبعد كده
الراجل ده قام بسرعة ومشي ناحية السلم ونزل. عمر وسميرة بعد ما شافوا الفيديو ده اتصلوا بالشرطة وجريوا على المستشفى بسرعة ومعاهم بنتهم. الشرطة جت فورا للبيت اللي هم ساكنين فيه، لكن ما دخلوش شقة عمر وسميرة. الشرطة راحت على شقة جارهم اللي ساكن تحتيهم، اللي كان ساكن تحت عمر وسميرة، واحد عنده 36 سنة اسمه زو مينج لي. الراجل ده متجوز وعنده طفلين، وكان بيشتغل في دراسة الكيمياء، وكان مقدم للحصول على الدكتوراه في جامعة جنوب فلوريدا. عمر وسميرة كانوا فاكرين انه شخص هادي وطيب جدا، حتى انه جاب لهم هدية بعد ما بنتهم اتولدت. اليوم ده لما الشرطة خبطت عليه وفتح لهم الباب، على طول قبضوا عليه، على الرغم ان الراجل اللي اسمه زو مينج لي كان بيعامل عمر وسميرة بمنتهى الادب واللطف، وجاب لهم كمان هدية بمناسبة اول مولود ليهم. عمر وسميرة ما كانوش يعرفوا ان زومن كان بيجيله انهيار عصبي من بنتهم الصغيرة، وكان بيتضايق جدا من اي دوشة بسيطة جاية من شقتهم. ومع الوقت زومن ابتدى يتجنن من اي اصوات تيجي من شقة عمر وسميرة، فاشتكى منهم لصاحب البيت. دول بيشدوا السيفون بالليل، دول بيدبدبوا وهما ماشيين، بنتهم بتصرخ جامد. شوية ابتدى يعمل لهم محاضر في اسم الشرطة. عمر وسميرة كانوا عارفين ان جارهم متضايق جدا من الاصوات دي، ومن باب الادب والاحترام والجيرة كان على قد ما بيقدروا بيحاولوا يراضوه، بيبقوا هاديين جدا في شقتهم. الراجل ده اتجنن منهم على الاخر، فقرر انه يستخدم معرفته في الكيمياء عشان يصنع مركب سام من مواد زي الميثادون والهيدروكودون، ويحط المركب ده في سرنجة ويبدأ يحقن في شقة عمر وسميرة عشان يسممهم. وبعدين اتضح انه كان بيحقن شقتهم بالمركب ده لمدة شهر، من وقت ما سافروا لحد ما رجعوا. وده السبب اللي كان بيخلي عمر وسميرة وبنتهم تجيلهم كل الأعراض دي من الصداع وتساقط الشعر وضيق النفس والهمدان. على الرغم ان الشرطة قبضت على زومن، وعلى الرغم من كل الأدلة اللي ان القضية فضلت مفتوحة وزومينج ما اتحكمش عليه والإجراءات القانونية وقفت لما تم ترحيله للصين، وفي حالة رجوعه لأمريكا في أي وقت هيتم القبض عليه فورا. ولحسن حظ عمر وسميرة وبنتهم هياخدوا العلاج المناسب وهيخرجوا ويعودوا لحياتهم الطبيعية. لكن اللي حصل ده ممكن كان ينتهي بمأساة لو ما كانش قدروا يكتشفوا اللي بيحصل في الوقت المناسب، ولولا انهم شغلوا دماغهم وتصرفوا وحطوا كاميرا مراقبة قدام باب شقتهم، كان السم مع الوقت هينتشر في جسمهم لحد لما كلهم يموتوا، او على الاقل كانت بنتهم الصغيرة ممكن تموت وحياتهم تتحول لمأساة. لكن الحمد لله ربنا كان معاهم وحماهم من الشيطان اللي كان ساكن تحتيهم. ولحد كده وصلنا لنهاية قصتنا ونهاية الفيديو بتاعنا. وما تنساش لو عجبتك القصة دي او عجبك الفيديو ده ان انت تعمل له لايك وشير، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلك الفيديوهات اول باول من نزولها. ومن هنا لحد ما اشوفكم في حلقة جديدة وقصة جديدة، اقول لكم تصبحوا على خير ومع الف سلامة.